سمو المعاني وفيض الهمم، وقلب يصافح كل الأمم، وآيات حق وصوت نشيد تردد ألحانه في القمم. سمو المعاني وفيض الهمم، فيض الهمم، وقلب يصافح كل الأمم، وآيات حق وصوت نشيد تردد ألحانه في القمم، تردد ألحانه. حياكم الله مشاهدينا الكرام، وعيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعيد عليكم هذا العيد وانتم بخير وصحة وعافية وسعادة، ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. السلام عليكم وصالح القربات. وعليكم يا السلام. هلا عبد الرزاق، تقبل الله طاعات منا ومنك. عيدك مبارك. الفايزين، كيف حالك؟ يا هلا يا هلا. ما شاء الله طاعتكم صحة وسلامة، والكادر الطيب كله الموجودين، اخواننا المشاهدين كل عام وانتم بخير، تقبل الله حياك طاعتكم، الله يحييك. ما شاء الله قيمة طيبة والله. والله يعني الفريق ما قصروا اليوم، الله يجزاهم خير. صار العيد عيدين. جزاكم الله خير يا شباب على الامور الطيبة هذه الحلوة، نعم الله عليكم. هو بعد احنا اليوم حلقة استثنائية جميل، وحلقة جميلة في العيد واحكام العيد وقهوة العيد وحلو العيد ودواوين العيد وزوارة العيد، وان شاء الله راح نطلع فاصل ونرد لهم بعد العيد. لا نرد لهم بعد شوي على طول ان شاء الله، على طول موجودين. خلكم معنا الشباب، نطلع معكم فاصل سريع ونرجع ونواصل لكم ان شاء حلقة الله. العيد. همزة للوصل بين الأقرباء، يا موعدا للحب بين الأصدقاء، تدنو لنا فيك المنى، تدنو لنا فيك المنى، والقرب باللقيا يزيد، شرفتنا يا خير عيد، والقرب باللقيا يزيد، شرفتنا يا خير عيد. ضيء الشموع ضيء الشموع، شمس الأمان أنورت، تشدو الربوع تشدو الربوع، فيها التهاني أزهرت. ضيء الشموع، شمس الأمان أنورت، تشدو الربوع تشدو الربوع، فيها التهاني أزهرت. أنس دنا يا أهلنا، والكون في لون جديد، شرفتنا يا خير عيد، شرفتنا يا خير عيد. فيك السلام فيك السلام، يكسو القلوب رحمة، فيك الوئام فيك الوئام، عم الأنام بسمة، فيك السلام فيك السلام، يكسو القلوب رحمة، فيك الوئام فيك الوئام، عم الأنام بسمة. يا عيدنا هذه الدنا، غنت بألحان النشيد، شرفتنا يا خير عيد، شرفتنا يا خير عيد. يا ربنا يا ربنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام في هذه الإطلالة الجميلة وهذه الأيام اللي نعيشها بسعادة بفضل الله سبحانه وتعالى بعد انتهائنا من هذه العبادة العظيمة، عبادة صيام رمضان. كل عام وانتم بخير يا ابو جاسم. صحة وسلامة عبد الرزاق، جزاك الله خير. اللهم لك الحمد. اي والله الحمد لله على البلاغ والتمام، اللهم لك الحمد. أيوة. وان رب العالمين يمن عليك يا ابو عبد الرزاق انك تشهد شهر رمضان وتكون مع الجماعه مع اخوانك المسلمين في صيام وقيام وقراءة القرآن، ترى اجر عظيم. اي والله. يعني مر علينا حديث لا يحضرني نصه الصريح، لكن في معناه ذكرناه في حلقات سابقه. اخواننا الضيوف جزاهم الله خير، جزاهم الله خير، ما قصروا. نبهوا لنا على ان هناك رجلين، واحد منهم استشهد في احد الغزوات، والاخر مات بعد سنه من هذا، فهم دخلوا الجنه. الثاني كانت درجته في الجنه اعلى من الاول، فالصحابه استغربوا، مع انه هذا مجاهد وشهيد وكذا، كيف؟ قال الم يبلغ رمضان؟ الله، يعني هذا عاش رمضان، ورمضان رفع رب العالمين له الدرجات. فالحمد لله على هذه النعمه. اي والله. ابو عبد الرزاق، الحلو في الموضوع اليوم، انا كنت تسمح لي اطرح هذه القضيه. البعض
يعني الان يظهر الحزن على فراق شهر رمضان. يا كثر الرسائل اللي جتنا اليوم. اي والله مع الاسف من امس بالليل. وداعا رمضان، وداعا للصلاه، وداعا للتراويح، وداعا لكل هذا. ليش؟ اي ما له داعي، بالعكس من سنه النبي عليه الصلاه والسلام اظهار ويعني الفرحه والبهجه والسرور، ها بينها اظهرها حتى بثوبك. اي والله. ابو عبد الرزاق انا احس بخاطري. شوف اليوم الحين هذا تفصال ثوب تبارك الله، حتى اللون مو هين. الفكره ابو عبد الرزاق الواحد يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس احسن الثياب في يوم العيد، وكان يطلع باجمل العطور واحسن شيء، يعني مظهر جميل جدا. واذا سلك في طريق بالروحه بالعوده ياخذ طريق آخر. وغير التكبيرات، يعني اليوم نكبر العيد، تكبيرات العيد، الله اكبر الله اكبر من امس. يا جماعه ضروري هذه التكبيرات عند بعد كل فريضه تقولون الله اكبر الله اكبر الله اكبر لا اله الا الله الله اكبر الله اكبر ولله الحمد. حتى أنا اول صلي حفظه علي الملا الحرم يا اذا اعطاك اياها تكبيرات العيد. اي كبر وياهم وكبر الحرام. الله اكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. تكبر أظهر الفرحة والسرور وأحيي السنة. أحسنت. هذه التكبيرات كان النبي صلى الله عليه وسلم في عيد الفطر من مغيب شمس ليلة 30 رمضان أو ليلة 1 شوال إلى أن يصعد الإمام المنبر صلاة العيد تنقطع التكبيرات. الله بعد ذلك لا تكبير. فذاك فرصة، يعني فترة ترى والله يسيرة وبسيطة وتؤجر بإظهار السنة. يكفي أنك أنت أظهرت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الرزاق أنا صلاة العيد إذا بطلع لها سواء عيد الفطر أو حتى الأضحى أصدمك والله. أنا يوم عرسي عندي بشت، لبست بشتي رحت العرس. زين بشتي وين راح هذا؟ ايش اسوي فيه؟ في كل عيد البسه. ما شاء الله. كل عيد اطلع يا اخي اليوم شنو كمال الزينه عندك؟ انا ككويتي اليوم لبسي على شيء عندنا دماغي او غترتي والعقال وهذا والجوت انت بكرامه وردلاغ والدشاش الجديده. البشت علي حرام، بشت موجود يا اخي الان وقته. واروح ترى متى اروح مسجد حق المصلى العيد الناس تروح على اخر لحظه يبي يلحقون بس اللهم الصلاه تكبير. الان اول الصف موجودين ما شاء الله. واحرص اخذ المايك انا مع 3-4 من اخواننا الشياب احبابنا، حتى ما والله شباب صغار كل صف قاعدين 4-5 تناوب يكبر يخلص يعطيني انا اكبر اخلص يعطي اليم يكبر يخلص لين يجي الامام اذا صعد المنبر. كبر اول شيء طبعا العيد غير على الجمعه. نعم الجمعه خطبه صلاه ثم الصلاه، العيد صلاه ثم خطبه. زين خطب الامام الناس يمشون صحيح هي سنه الاستماع له. نعم اقعد استمع يا اخي، خذ اجر يا اخي، خذ اجر استماع واجر العلم موجود. يعني ماكو خطيب في يوم الجمعه او فن العيد الا بيذكر فوائد يا اخي عن العيد عن الاحكام. ولن يطيل ترى ما راح يطول عليه 10 دقائق اقل 5 يعني أيوة قول 10 دقائق ماشي. انا حلو 10 دقائق هذه اجر وبركه تحفك الملائكه. وبعد الصلاه بعد الخطبه شو يصير؟ تعال عايد على كل الموجودين. اي نعم الفلان ابو فلان وولد فلان وناس يمكن انت اشهر ما شفتهم. تعرف الدنيا مشاغل وتلاهي، وخاصة كنا في شهر فضيل مبارك. البعض ممن اعتكف، ممن كان في العمرة، ممن كان في التراويح لازم مسجد بيته يصلي وعنده ختمته، فمو فاضين لهذه اللقاءات الاجتماعية. تلاحظ في يوم العيد الكل مقبل لإخوانه، الكل وده يبارك، الكل وده يهني ما شاء الله. يمكن حتى سواقنا وعمالنا يباركون لنا في مصلى العيد ونسعد وياهم. البعض هذا الميسور الحال يعجبوني ان عياد يفرزونها على انصاص وارباع. يعني خردة تكون عندهم يسعدهم على العماله اللي موجوده. اي والله يسهم ترى هالربع دينار نص هالدينار ترى يسوي شيء بالنسبه له، يسوي شيء. ويكفي هذه روح الالفه بينك وبين اخوانك المسلمين يا اخي. ما تدري انت كسرة نفس منها يعني ها بداس النفس يطالع تعايد هالولد هالعيال. انت هلا الصبي ترى مساكين سبحان الله. دعوه مباركه من والله تفرح عياله تفرح سبحان الله. تستاهل قهوه عقب اي والله قهوين. فلذلك ابو جاسم احنا دائما ندعو حتى اللي وده المصلى يدعو عياله وبناته وخلي يقعدهم. بعض الناس يقول لا توهم نايمين لا سهرانين. الله يسلمك لا عدم هناك، خلهم يرتاحون. والله مو راحه، الراحه في العلم، الراحه في نشر السنه،
الراحة في تطبيق هدي النبي صلى الله عليه وسلم. باكر عيالك إذا كبروا قالوا والله جزاه الله خير أمي وأبوي قعدونا للصلاة العيد ورحنا الصلاة وصلينا وكذا، تشوفهم نشاط. غير اللي يسهرون بالحلاق وكذا ويك الساعة 2 3 تو بينام واخترب على العيد. ترى حالات العيد من صباح العيد الله هو السعادة. عندنا واحد من اهلنا الله يحفظه ويبارك فيه، يعني تخلص صلاه العيد تلقاه اول واحد قاعد زاير تبارك الله موجود، يسلم على الكل ويعايد ويطمن ويسال. بعد ذلك بدي اسالك سؤال، انتم عائلتكم الله يحفظكم شنو طقوسكم يوم العيد؟ لازم شوف يعني فكرة ان نقوم كلنا نروح نصلي العيد بعدين نرجع نبدا انت والمدام كله والعيال والوالد والوالده واخواني وعيالهم عقب الصلاه ريوق العيد. هذا ريوق العيد عاد اهم نقطه، لانك انت صار لك 30 يوم ما تريقت. اي والله. فالاجتماع على ريوق العيد بشكل بالاطباق باليمعه بكشختنا، هذا ترى له دور جميل ما شاء الله. وخاصه نطره العيال حق فقره توزيع الايادي. بدام سالتني خليني اسالك كم حصلت انت؟ صح انا قصدك كم دفعت؟ كم دفعنا حق العيال؟ ها الحين بعد هالشيبات والله مو خساره فعلا. والله انا فرحه وبركه من ادخال السرور على القلوب. والله انا ترى اتعمد استقطع من راتبي فتره مو عن شيء والله، يعني تسوى فرحتهم هذه أكيد. دعوتهم هم ناطرينها اليوم. القلوب انت قاعد خلاص تمسك قلبه، تلامس المحبه. الله اكبر. فيستانس الطفل هذا ولا تبالغ. يعني انا نصيحتي للاهالي لا تبالغون بالعيديه، يعني لا يصير تنافس بقوه الرقم. من يدفع اكثر؟ اي هذا دفع 20 هذا 40 هذا لا ليش تكسر ظهرك بالعيديه؟ خلها هي لها طعمها لها حلاوتها. يا سلام. 5 دنانير 3 دنانير، بعدين قرب الطفل لك او قرب العائله لك يختلف رقمها صح بدرجتها. صح. بواحد اعطى ربع دينار لا تحقر تقول هذا ربع، ما هذا طاقته يا اخي، شنو ميزانيته انت عارف. يمكن شكله سقرتي يمكن شكله عنده خير كذا، بس ما تدري شنو ظروف الناس. قدرهم. يمكن عنده خساره ماليه الفتره اللي فاتت، يمكن عنده تحديات، يمكن عنده ازمه، يمكن عنده علاجات، يمكن الله اعلم شنو عنده. 20 40 عذر حط له. فلذلك التماس العذر مهم جدا. ونصيحه للاباء لا تعودون عيالكم ان من يسلم عطني عيديه. يمكن هذه بدات تنتشر اليوم شبه انقطعت، ولكن نحذر منها بخاصه بالدواوين. ان احنا لما نروح مع عيالنا اذا تعود الابن يتطلب هذه من العادات الدخيله. سبحان الله صراحه ترى عيديات قبل ما كانت فلوس، كانت شنو كانت اول؟ حلاوه شوكليت. كيس صيداوي ولا غيره اللي تحط مخباته. والله استمتع. مخباته يوزع عليه العيال. برميت. كان عندنا شايب كان يوزع لنا بالونات اول يوم العيد. مناسب. هذا اعلى حد كان موجود عندنا. اذا وزع عليك بالونه اعرف ان انت من الناس المقدرين، الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنه. الله. فلذلك الناس بطاقتهم، الناس بادبهم بذوقهم، وعيالنا كذلك يعلمون ويربون على انه لا يتطلب ذلك من الكبار، انما يسلم بنيه السلام وادخال السرور والبهجه على كبار السن. تصدق عبد الرزاق انا من الاشياء اللي اسويها وحرص دائما، لعل احنا مثلا تلقى الناس مثلا ايام الطفوله تلقى هاليد الموجود، هالخاض اللي موجود، لكن مع العمر كبروا، اللي تعب حيل، اللي الله اخذ امانته توفي، فتلقى الاسره الكبيره ممتده قلت صغرت. فصارت اسر نوويه متفرقه مني صح. ومني. فالبعض يقول خلاص ماكو زواره. انا اعجبني بعض الاسر رقم واحد يجمعون ويعلنون يا جماعه الخير ترى عشاء يوم العيد أو عندي او غدا العيد او غدا العيد او ثاني يوم العيد، مرات اليوم اول الثاني تعب زوارات يكون صح. بنزور مني فثالث يوم العيد ترى العشاء عندي يا جماعه يعلنها مبكر احضروا. هذا الشيء الاول. الشيء الثاني انا مرات اتواصل مع اخواني يا جماعه خلينا نسوي عصد ذهني من عندنا اهلنا من دار قريبه والابعد والابعد تبون تجمعهم كلهم الحين؟ لا يعني زواره. حلو. احنا طالع من عندنا لسته، نكتب لسته من نزور. تذكر ان النبي عليه الصلاه والسلام كان يزور صويحبات خديجه الله رضي الله عنها من وفائه عليه الصلاه والسلام. فانت اليوم تزور صويحبات الوالده، تسال اول اتصال كبار، خالتي شلونك؟ عيدكم مبارك، كل عام تقبل والله حلوه. والله حلوه. ربع الوالد، ديوانيه كان الوالد يروح لها كل عيد وكل ما روح عن ابوك عن الوالد، والد بصحته وعافيته اخذه معك. يبا هالمره انا اخذك معي، انت لا تسوق انا اسوق. يا سلام. زورهم، روح دواوين زور. الحين دواوين مو رمضان. عبادتك وصلاتك وقراءتك الحين يوم العيد رمضان ترى بس اول الايام كانت الدواوين، بعدها الاغلب يعلن اغلاق الديوانيه الى ما بعد العيد. اللهم لك الحمد. هذه من العادات الحلوه اللي بدت عندنا. نعم ربي. اي والله الحمد. يعني انت روح زور، صل، تواصل مع الناس، بارك، اطول
ربع ساعه مني، ربع ساعه مني، ربع ساعه مني، ترى وصل زين هذا. اي والله. رحمه، بركه، خير، تسمع اخبار ربعك واخوانك شنو دنياهم واخرتهم، ايش صار معاهم، تطورات، تسمع اخبار اخي ما تكون ببالك. سبحان الله. تفاجئ فيها فلان تزوج تبارك له، فلان بيخطب، فلان عيال عيال فلان، وتبارك مني وتنس مني، وبعدين خلاص روح ارتاح بالليل. يا سلام. مثلا هذا هو اذا تجد المطلوب. نفسك طاقتك انت نوم لخبطه اخر 10 ايام قيام الليل وكذا، صح. جيت انت على مثلا او العيد الليل المغربيه صلاه العشاء انت طافي. طافي ما يخالف، تحمل صلاه العشاء، صلاها جماعه المسلمين وانت نايم فراشك، يا سلام. بتقوم خير الله العاده. أيوة. هذا اللي نبيه. إيه؟ وليست السهر خاصه ليله العيد، لاحظنا كثير من الابناء ليله العيد يسهرون، استنفار. اما على حلاق، اما استنفار. ملابسي وينك؟ ناقصني كذا، يعني ما احنا شعيره بترتي هذه بتطلع إيه. الحين يعني اي يعني مع الاسف. فلذلك يعني هذه في الاعياد القادمه هي نصيحه ان الانسان يتداركها مبكرا. اي والله. وينجزها مبكرا ويشتريها مبكرا ولا يشغل نفسه في هذا. ولاحظت الزحمه كانت مو طبيعيه البارحه بكل مكان تبارك الله بالكويت، عسى الله يبارك لهم ويزيدهم من فضله. كل هذا يدل على ان الانسان كلما اتخذ قرارا مسبقا كلما ارتاح في النهايات. اي نعم. عشان كذي يرد البيت مبكر، يريح، يقوم الفجر، يقوم صلاه العيد مرتاح، ولا يتعذر دايخ تعبان ما اقدر مالي خلق. وهذه من العادات اللي قاعد نشوفها، عزوف الاجيال الجديده عن الدواوين، عن اللقاءات الاجتماعيه، أيوة. عن الزيارات العائليه. ليش؟ والله تعبان ب 15 و17 و19 ما قمنا نشوفه. اي والله. فلذلك يعني لازم الاباء يغرسون هالشيء في ابنائهم ويبينون لهم ان هذا امر مطلب ديني وليس فقط اجتماعي. ترى لك اجر وعمرك يطول ورزقك يزيد. هذا بعضهم بعد عند الامور الحلوه، اذا مثلا قالوا ترى ديره زحمه وما نعرف يروحون كلهم شاليه، تلقى طلعه عائليه كلهم على الشاليه، وبالناك يسوون طقوس العيد ولقاءات العيد يمعتهم بعد ما تفرقوا سبحان الله رمضان. على ليلتين 3 ليالي تبركه فكرة. حلوه، لو ليله ان شاء الله، ليله اجتمعتوا وشفتوا بعضكم هالعشوه هالغدوه الحلوه. يا سلام. خلينا نضبط لنا قهوه ايوه ونطلع فاصل. نطلع فاصل ونرجع. انا خاطر جيمات بعد. اشوفك انت قهوه ونرجع لكم مره ثانيه. كونوا معنا ان شاء الله. سأمضي طريقي ولن أنثني، ولو هبت الريح لن أنحني. سأمضي طريقي ولن أنثني. الله أكبر الله أكبر الله أكبر، لا إله إلا الله، الله أكبر الله أكبر ولله الحمد. حياكم الله، نستكمل معكم حلقتنا في هذه الليلة في يوم عيد الفطر. تقبل الله الطاعات وعبد الرزاق، هاي تكبيراتنا. اي والله الله يديمها ويزيدنا من ترى انا فضله. يعني استمتع وانا اكبر اقولها. اي والله يا أخي. وغير الاجر هذا ترى ذكر ذكر يكفي انها اظهار شعار المسلمين التكبير يعني. حتى ان الصحابه لما كانوا في الغزوات النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهم قعدوا برا، اذا سمعتوا تكبير عرفوا ان مسلمين لا تغيرون عليهم. الله لهالدرجه فالتكبير يا اخي عظيمه. وكانت بعض البلاد تفتح بالتكبير كما ذكر ذلك ابن جرير حتى فتح مكه دخلوا يكبرون او ما شابه اظن، والله ما اذكر بس ممكن سبحان الله. يدخلون فلذلك يكبرون. التكبير شعارنا الله واظهاره يا اخي اظهار سنه عظيمه. نسال الله عز وجل ان يزيدنا واياكم تمسكا بالسنه. من العادات الجميله اللي نشوفها اليوم غدا العيد. اي وغدا العيد يعني الحين احنا فتشينا على فتره الضحى، جينا الظهر كان غدا العيد يطيح الساعه 11 10 مبكر. يفرشون البسط لان الغالبيه قاعدين في الله وما ينامون. اي صعبه تنام. تغيرت الامور الان، صار قمنا نرد الظهر وننام. الساعه البيولوجيه شويه الحين هاي ضايعه. اي يبي لها فصار غدانا يمكن الساعه 3 بعد العصر. بعض الاسر صار عندهم الغداء بعد العصر. ما يمنع العادات الاجتماعيه ما يمنع، ولكن بما يضمن تجمع الكل بحيث الكل يكون حاضر في هذا الغداء وهذا اللقاء. تصدق بعض الدول، وكاني سمعت من اخواننا اهل زبير ان جماعه زباره كانوا بالفرجان، وحتى الكويت سابقا الفريج كله من اول الفريج لاخر الفريج كل واحد نزلها طبق، ينزلون اطباق كل واحد يجي من بيته. اي تروح على 20 30 طبق موجود. ويطلعون كل واحد ينشب له صحين وياكل من طبق هذا من طبق بيت فلان. بركه. اي والله بركه بركه وبخير. الاجتماع على الطعام. اي كل مشروك مبروك. قاعد اتذكرها الاجتماع على الطعام سبحان الله. هذه اما الان تغيرت الامور، صار عندنا البوفيه وغيرها من الامور. فاجتماع الناس للطعام هذه والله يعني انس ماذا يقول؟ اول ما قدم النبي صلى الله عليه واله وسلم المدينه قال يا ايها الناس
افشوا السلام الله. واطعموا الطعام وصلوا بالليل والناس قيام وصلوا الأرحام. وصلوا الارحام وصلوا تدخلوا الأرحام. الجنه بسلام. بسلام. ففكره اطعام الطعام اجر. انت قلت اللي بادر من العيال، لاحظنا كثير من الاسر من يموت كبير العائله شو يصير فيها؟ تفكك شويه. اي والله. كمان هي شغله الى ان يظهر الله عز وجل ذلك الشخصيه يمكن اللي لها سمات قياديه في العائله، الله. يقول يا جماعه عندي الموضوع، حياكم. يفتح بيته، يفتح الصاله عنده، والله الحريم لهم قعده وريال لهم قعده ويجمعهم، والله بركه. صدق انا بدي مني نصيحه او رساله. هذا اللي بادر الله يجزاه خير، الله يجزاه خير. هو مو ملاك. شنو قصدي مو ملاك؟ يمكن تلقى في تقصير نسبي، اي مع اللقاء. اخوانه مع حتى اخواته. ترتيب اللقاء، تنظيم اللقاء يصير فيه خلل، مثلا اسم غفل عنه ما ذكر يرسل رساله، تاخير بالعشاء، نوع العشاء مو المطلوب، مثلا بدل يجيب فياب شاورمات او ياب مثلا شيء عادي يعني ممكن، صح؟ يعني هي توافيج. لا تكون انت حجر عثره وبس قاعد ناقد. شنو هذا وليش كذي لو يبون تدقوا علي. لا انت بادر. سمعت في لقاء ويمعه بادر، نسوك ما دقوا عليك ظرف ما، وروح لهم ولوم هناك اخوك والله كلمه. اي والله لو هم تعمدوا انت اقعد مكسر الشر. اي والله. كن انت بادر الخير. الله اكبر. روح دش عليهم، السلام عليكم، والله مشكورين عليهم على الطيبه، جزاكم الله خير. أوكي. ترى الكلام الحلو هذا يفرح يقرب القلوب. لو في حواجز خلاص. اي والله تسقط بلسم تصير هذه. فانت بادر، لا تصير يعني كل العين الناقده. لا إيه؟ بس تنتقد تفطن متغافل. لا مثل في حديث ام زرع يوم قالت شنو؟ زوجي ان دخل فهد وان خرج اسد. الله. واسال عما عهد. نفسروها مشايخ، نسمع الشيخ الحويني صلى الله يحفظه يقول ان دخل فهد، الفهد عنده صفه الغفله، هو شايف كل شيء، شايف كل شيء. ندش البيت يصير فهد يتغافل، ما يطالع ما يدق، شايف وعارف الغمنده ما يشوف خلاص. لكن طلع برا عند الاوادم، عند الناس، عند الاسد ما يغشمر. لا، ملك الغابه انا، واللي يفقده ما يسال عنه خلاص. عما عهد اشياء السابقه، ملفات قديمه تسكرت خلاص، تجاوز. هذا اللي نبيه. أيوة والله. لاحظنا اليوم بعد من العادات اللي مو حلوه على مثل ذكر هذا، بعض الناس يعبر عن الحب باللوم. وينك؟ ما نشوفك، ما تدق تلفون، دزيت لك رساله ليش ما تدق علي؟ دزيت لك كذا ليش ما تبادرني؟ شرها ترى الشرها حلوه نسبيا. ها لا والله اتركها مره واحده. شوف، لا هي زينه بقدر. يعني ليش بقدر ابو عبد الرزاق؟ اليوم اذا انا اصلا ما اشرح عليك يمكن انت تروح تنساني. يعني كلمه فقدتك بس انت تبي شويه لتبه بسيطه. وبدكم منه من انسان عزيز ذو مقام. يعني الخال مع ولد اخته او العم مع ولد اخوه، اي تتشرح عليك كبيره عندك ترى. اي شرحه المحب مختلفه عن الناقد عن الغاضب. يعني لو انا مثلا فاقدك مده، عبد الرزاق شو دعوه يا ما ديناك الديوانيه ما جيتنا، ترى بلحنا عليك، ترى نحبك وجيتك معانا، قعدتك ترى زينه الله كبيره. اي نشتاق لك، لا تغيب عنا عبد الرزاق. شرحت عليك انا، انت تقول هذا اذاني، وتقول لا والله لا ليه عليه حق. ترجمتها ترى عند الناس بعد هم مهمه. اي ها. وانت بعدين ليش شرح عليك يا اخي؟ طيب الخاطر. اي والله. سمع الكلمه الحلوه. سبحان الله. فعلا انت غايب. احنا اليوم الدنيا تلاهي. اليوم احنا انا لو افتح تليفوني اوريك ايش كثر رسائل شغالات، الكل مشغول. والله وبالله اكثر من 500 رساله ما فتحتها. سبحان الله. يعني حتى انا عندي خاصه مع المعايدات الحين بعد ما تلحق بودكاست. ها تجيك من كل مكان ما تلحق. الكل بعايد والكل. انا حتى عندي البودكاست ترى هي حلوه زين شينه، حلوه حق الطرف اللي شوي بعيد، الثالث الرابع بالعلاقه يعني عندك، اللي ما يمديك تكلم تدق على واحد. هذا بودكاست ترى وصل لك رساله، انا ذكرتك اختصر لك السالفه. اي انا ترى ذكرتك انا مو ناسيك، حطيتك انا برساله جماعيه، بس ما دز حق اخوك بودكاست. صح. ما دز حق عمك بودكاست. هاي منك وفيك عاد هذا، يا زياره يا اتصال. اي يا تشوفه، واذا كانت بلدان متباعده او شيء لا اتصل عليه. أيوة. اتصال هاتفي، تسمع الصوت. ما قدرت اختلاف او توقيت، مثل بعضهم في الدول الاوروبيه وعند الدول العربيه ساعات مختلفه عن بعضها. صح. خلاص مسج صوتي، ترى في يعني رساله مباشره، انا اعنيك انت بالرساله. الله اكبر. اي نعم صح. انا يا تفرق يعقوب اللوغاني انا اخاطبك انت بذاتك، مو رساله دازه حق 60 20 واحد. الله اكبر. يمكن ايضا
تعدى موضوع الغداء واللقاءات، يبقى الآن فترة العصر إلى العشاء هي فترة إسعاد الأسرة الله. والأبناء، طلعتهم، زيارتهم، يجمعوا هالأعيادي، يمكن بيروحون يشترون، بيروحون المحلات الألعاب، الملاهي المنتشرة بالدير اللهم لك الله. الفضل، حديقة الوينترلاند وغيرها اللي أسستها الدولة لغرس السعادة في نفوس الأبناء. فالمطلوب من الآباء والأمهات في هذا اليوم تفريغهم تماما لأنفسهم لأبنائهم. اي والله. يعني يكفي انك 30 يوم اللي مضت انت ما تدري عن عيالك وبناتك بحكم انك الله يجزاك خير مشغولين في العباده والقران والتراويح والجام دوام مقبوله منك، يا رب. ولكن يا عاد رب. في هاليوم لا بد لك من اسعادهم وبناء هذه العلاقه الابويه فيما بينك وبين ابنائك. حتى لو انت مثلا عندك ضائقه ماليه ما تقدر تديهم اماكن في لها دفع فلوس عاليه، يودوا على البحر. يا سلام. ترى حلوه. اي والله. انا اول ايام زواجي كنت اخذها البساط واروح بطارة البحر الشاي معاي والقهوة نفس هذه. والله جنطه هذا أي بس. العده، بطارة الشاي والقهوه والتميره، ها، وحتى مثلا مشاريب سريعه خفيفه، يا حلو يمنع. هالقعده. ما يمنع صح. ها، وسووا مسابقات على البحر، يا سلام. ثقافيه كانت او ترفيهيه، يجيب لك هالكره هالحبل وانسهم، خلي يستمتعون. هذا انت مو قادر، خلينا نقول مثلا عندك ضائقه ماليه، ضائقه وقتيه، عندك بدائل زحمة عدة. مثلاً. اي عندك بدائل. عندي بس ما سبحان زحمه الله. ويوديني من هناك الحين، انا عشان اطلع من البيت الى من هناك هاي ساعه ونص راحت مثلا، سبحان الله. فما يمنع توديهم مني حديقه ما منطقه الحديقه العامه تقعد باليوم. أيوة. بس كل منطقة فيها الحين انا الحمد لله. قلت وقت لهم خاص لهم. اقعد معاهم. وتبقى في القلب غصة من أولئك الذين يتخذون قرارا بالسفر من ليلة 27 رمضان 28 رمضان سافر ويرد لك ثالث ورابع العيد. لا شفناهم. اي لا والله سولفنا ولا عاد وياهم. فيهم ولا يعني متى يعني ما تدري هالعادة حلوة ولا لا. أنا الصراحة اي تسمع وجهه نظر اولى، يعني تقول يقول لك انا على الاقل زحمه الديره، اقول ما يمدينا ازور احد، الديره زحمه والجو مثلا حار والكل مشغول، الأجواء جميلة والله اليوم. وما حد يعني يقول لك من فاضي لك، واحنا اسعار زينه مثلا. اي صح كذا صح. وفرصه اجازه، ما عندي اجازه انا، مثل بعض المعلمين عشان كذي نعذرهم في هالمقام. اي لهم عذرهم وفي القلب يعني حب لهم أي حقيقة. والله. لذلك أي ذكرنا والله. هذا الموضوع. انا كنت اقول حق بعضهم اقول على الاقل يوم العيد اول يوم، هم كلهم يسافرون قبل العيد من 28 بدوا خلاص. اقول له على الاقل يوم العيد سلم وطير العصر، أي. خلت طيارتك العصر، بس تعال فير سلم علينا، صلى العيد شوفنا اقعد معانا اشرب قهوتك وسافر. يعني خاصة يوم العيد لا طعم غير، صلاة العيد غير، أي ريوق والله. العيد أي والله. غير، سبحان الله. لقاء الأسرة والأهل ما أدري لا جو يعني إذا فقد اي والله. لا يعوض. اذكر موقف حصل لي صراحه شوي يعني ضايقني، رايح مصلى العيد كان بيشتي اذكر الفتره هذه، واحنا ما ادري اصلي ولا 6 7 شباب مفرقين، واحد بيجامه لابس الله. والثاني تقول طالع مخيم، لبس مخيم رقبته وسديري ما ادري مخيم، مو متأهلين حق العيد نهائيا، والوجه معفوس بالتنظيف الوجه. ليش؟ وانا جايب بشتج وتيديد وسقرت، يودتهم عاد سألتهم ما قدرت ما نسيتهم. أوه. انا قلت انا غلط وهنا غلط، فين غلط يعني؟ أكيد التجهيز مهم. يا أيها خذوا إيه، زينتكم عند كل مسجد ما يصير. انت رايح يوم العيد، خاصة يوم العيد صح. يعني المشكله ان لقيت مناسبات اخرى اللي غير شرعيه، بل قد تكون اغلبها محرمه يكشف بتحريم، لها. يستعد لها اقوى استعداد ويجهزون لها اقوى تجهيز ويدفع لها مبالغ، يا اخي نستانس احنا، انتم بس نكديين أي. نستانس. اذا انت وقت تعال في اجر اساس وتهديته. اي والله هذه اعظم. حتى صلاه العيد يا اخوان، صلاه العيد اعتقد فرض، يعني اللي اعرف انا صلح لي المعلومه، صلاه العيد هي فرض على نعم كفاية. نعم. لا تكاسل عنها، لا روح صلها، اشهد مع المسلمين. يقال حتى المراه كانت حائض او نفساء اي تشهد الخير. تشهد اي تشهد الخير. تحاضر تشهد ماكو مشكله. سبحان يعني هذا النبي عليه الصلاه والسلام كان يدعو الناس جميعا انه يحضرون، رايحين يكبرون في طريق وراجعين طريق اخر يكبرون فيه. نعم صح. فهذه ويمكن نعمه من فضل الله عز وجل وتذكير مشايخنا في تلفزيون الكويت في الايام الماضيه ان قبل ما تخرج من العيد لصلاه العيد يجب ان تاكل من التمرات. اي سنه. بعض الناس حسباله ترى على الصيام للحين فيطلع على أي. صيامه ما يدري الريج يروح المصلى. فعلا يروح المصلى وهو ما اكل شيء. فعاد اللي ما طبقها هالسنه ان شاء الله داير ان شاء الله ضروري تطبق هذه السنه وقهوه، حتى لو بس تمره واحده على الاقل ويروح ويذهب. والله. هذه هي السنه الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكرت لنا مخالفه الطريق
أيوة. وكذلك السلام على من عرفت ومن لم تعرف، والتوسعة على العيال والأبناء والفقراء في ذاك الوقت، وكذلك التسرع في إخراج زكاة العيد أو زكاة الفطر اللي ما أخرج عاد راحت عليه. هذه مشكلة والله. نعم صح. مشكلة ضروري. علما أن الدولة ترى ما قصرت، يعني من يوم 25 من 23 رمضان الروابط موجودة والجمعيات الخيرية موجودة، يلا من فضلك والكل يرسل لك. روح طلعها كيسة لا احنا نقول حق الكسلان مو المجتهد، الكسلان دينار وخلصنا. اما المجتهد لا، جزاه الله خير. احنا نجيب دائما العيش بالصالة وكل واحد ياخذ كيسة وعند الميزان يلا عب 3 كيلو وزن اربط ندق على الفقير نعطيه اياه. شيء يذكر البعض يعني يجي على الساعة 12 الساعة 11 بالليل حق لجان خيرية. روح حق لجان خيرية ويلقاها مسكرة. شلون مسكرين عندنا؟ يا اخوان اللجان الخيريه تضطر ان على الساعه 11 12 تسكر ابوابها عشان يمديها توزع قبل صلاه الفجر. يلا يمدي تلحق توزع صلاه الفجر. فيا اخوان حرصوا انكم مسبقا داير ان شاء الله تقدمونها. احنا ودنا نسولف اكثر عن العيد لكن حكم الوقت صفر الحكم. والله عيدكم مبارك وكل عام وانتم بخير. صحة سلامة الغالي والصحة والعافية. دائما معكم في برنامج مجالس من نور. ابقوا دائما معنا، تابعوا برنامجكم دائما يعطيكم رسائل نور على نور. إلى اللقاء. وقلب يصافح كل الأمم، وآيات حق وصوت نشيد تردد ألحانه في القمم، تردد ألحانه في القمم. سيلهج بالحق دوما فمي وينبض صوت